الرجاء هي اللي غدير البطولة هاد العام. الرجاء هي أمتع وأرقى فريق كاين حاليا في البطولة. صدمة الديربي، شكون هو اللي خاصو يتحمل المسؤولية ديال خسارة الرجاء ضد الوداد البارح في الديربي؟ الجواب هو أن اللي خاصو يتحمل المسؤولية ديال خسارة الرجاء البارح هو المدرب فاضلو البارح دار كلشي باش الرجاء تخرج خاسرة البارح، باش ما تماركيش الرجاء البارح دخلات ب 4-4-2. تخيلوا معايا لاعب 4-4-2، وهذوك الربعه اللي كاينين في الوسط حتى واحد فيهم ما كيعرف يتزاد، حتى واحد فيهم ما كيعرف يدخل الكاري دي زويت للخصم، وهذا الشيء اللي خلى الرجاء ما تماركيش البارح. في الدوزيام ميطاق حاول يصلح شويه الوضع، دخل ساخو، دخل خافي، دخل ضحاك، ولكن بالنسبه لي انا كرجاوي، الضحاك وخافي هاد جوج لعابه من نهار اللي جاو الرجاء عمرناهم شفناهم دخلوا وداروا الفرق. واش المدرب ما كيشوفش؟ هادشي كامل ما كيعنيش ان الرجاء كانت خايبه البارح، بالعكس الرجاء 90 دقيقه وهي شاده الكره، جات الوداد فرصه او جوج فرص، وحده مشاو راس الجول براغ الجول يجبدها، والاخرى راكم شفتوا كيفاش تماركات بطريقه عبثيه، طريقه ماشي مزيانه، وعندك اربعه في الوسط وتمارك عليك كره بحال هذيك، راه حشومه وعيب وعار. وبالنسبه للاحتفالات ديال الخصم انا بعدا والله الا حشمت، انا حشمت 90 دقيقه وانتم كتاكلوا في العساق، 90 دقيقه وانتم مديفوندين، 90 دقيقه وانتم مبهدلين ومجرجرين، 90 دقيقه وانتم مكرفسين، حشومه كاع بالنسبه لا بن شريفه لا الطاقم ديالو لا اللعابه، حشومه كاع تخرجوا وتفرحوا